يا مساء الفل. طيب النهارده الفيديو هيكون مختلف شوية. هنركز إن إحنا نعمل ديمو. الديمو ده إحنا عندنا Fast API Service، يعني من الآخر هي باك إند سيرفيس، بس حاجة سيمبل قوي، يعني just one single API. مش هو ده الأساس بتاع الديمو. الأساس بتاع ده إن أنا دلوقتي عندي سيرفيس دي شغالة لوكال، أنا عايزها تقدر إن هي ترن on a virtual machine. حالتنا هنستخدم AWS EC2 instance VM من AWS. اوكي. طيب هنعمل ده ازاي؟ بنيجي نفكر في الموضوع، ودي من الليسنز اللي احنا كنا بناخدها مع بعض، هي فكرة ان انا ممكن استفيد من الباور بتاع الدوكر ازاي. دوكر بيخلي الابليكيشن بتاعي زي ما كنا بنقول عليه بورتبل، سهل قوي اعمل له ران في اي حته. انا استفاد من ده ازاي عملي؟ ان انا هدوكرايز الابليكيشن اللي عندي لوكال ده، يبقى عندي ايمج بتريبريزنت السيرفيس بتاعتي، ومن الايمج دي هنرن الكونتينر على الماشين سواء بتاعتنا او الفيرتشوال على اي دبليو اس. انا هدوكرايزت، وبرضه علشان نبقى جربنا كذا حاجه، فاحنا بعد ما ندوكرايزت هنعمل اي اي بايب يرن تيست بسيط بيبيلد النيور ايمج ويعمل لها بوش على ريجستري. ايه هي الريجستري؟ حاجه عامله زي جيت هاب كده للكود. عندك تو اوبشنز، يا اما تروح لحاجه اسمها دوكر هاب، يا اما لحاجه سبيسيفيك للكلاود بروفايدر بتاعك زي مثلا ECR AWS Elastic Container Registry. فالريجستري دي بتقدر تكريت فيها ريبو تستور فيها الايمجز بتاعتك، الكونتينر ايمجز بتاعتك. ده اللي احنا هنعمله بالبايب لاين. ان انا مثلا عملت اي كود تشينج، فانا كده محتاج ان انا ابديت الدوكر ايمج وبوش الجديده دي على الاي سي ار، وبعد كده ده فلو. بعد كده تاني فلو ان انا على الفي ام بتاعتي SSH على الماشين دي، انا اقدر ادخل جواها using SSH key، وانا جوه بقى الماشين استخدم دوكر CLI بان انا اعمل بول للايمج، هعمل دوكر بول للايمج من اي سي ار، وبعد كده هعمل دوكر ران لحد ما نوصل انه الفي ام، طبعا هنبقى شغالين بابليك مش برايفت، على البابليك اي بي بتاعها. على البابليك اي بي لما اروح له اقدر اكسس الاند بوينت او الاي بي اي اللي احنا عاملينها في الفاست اي بي اي سيرفيس. فده بالنسبه لنا ستيب 3 اللي هي بتاعه الفاليديشن. انا عايز افاليديت ان الشغل بتاعي تمام، انا هعمل الخطوه الثالثه دي. فده السيكونس بتاع الديمو المره دي. فاحنا لما نروح على الاديتور على الاي دي بتاعنا هنلاقي ان انا اعمل السيرفيس، نبص على الكود بتاعها، بعد كده عاملين ليها دوكر فايل عشان ندوكرايزت، هنبص على الدوكر فايل ونقراه كويس. بعد كده هنبص على البايب لاين اللي بيرن تمام، بوش للمين، وبعد كده هنبص على الجزء بتاع الفلو ده. بس الجزء بتاع الفي ام او الانفراستراكشر هتلاقوني ان انا مستخدم انفراستراكشر اس كود، واللي اتكلمنا عليها في حلقه قبل كده اللي هو تيرافورم. وتيرافورم هو بيستخدم اصلا عشان ديسكرايب انفراستراكشر اس كود، فهتلاقيني بديسكرايب فيه انا ايه النتورك بتاعتي اللي انا عايز اشتغل فيها، السكيورتي جروبس، ايه البورتس اللي انا بعملها allow للانستنس، وكرييتنج الانستنس نفسها اللي هي الفي ام نفسها. ده اللي هنبص عليه عشان اديله كده زي سنيك بيك للانفراستراكشر. تعالى نوصفها هنا. احنا كل اللي هتلاقونا بنعمله في تيرافورم ان انا عايز اعمل ماي اون فيرتشوال برايفت كلاود في بي سي جديده باي بي رينج زي ده مثلا. الرينج ده معناها ان انا ده
النتورك ادرس بتاعي، ومعايا 16 بت دول عدد الانستنسز اللي اقدر احطهم في النتورك دي 2 باور 16. طيب انا دلوقتي جوه الفي بي سي دي عايز احط انستنس، عايز اقوم في ام جوه الفيرتشوال برايفت كلاود دي. طيب هي بابليك ولا برايفت؟ انا عايزها بابليك. طب نعمل بابليك سب نت كانها جزء من الفي بي سي، انا بس بقتطع جزء كده ونوعها بابليك. الرينج بتاعها هيبقى 10.0.1.0 على 24. فهي في السي اي دي ار ده، او ده النتورك ادرس بتاع ده الماسكينج يعني اللي انا عامله بال 24 دي. انا عامل ماسكينج على اول 3 ارقام. انا معايا 8 بيتس اوف ماشينز اقدر احطها في البابليك سب نت دي. فانا هحط الفي ام بتاعتي هنا، هحط الاي سي 2 انستنس بتاعتي هنا جوه البابليك سب نت، وهنعمل انترنت جيت واي عشان ادخل انترنت للبابليك سب نت دي. انا عايز البابليك سب نت دي تقدر تطلع للانترنت، هي بابليك تقدر تطلع للانترنت بره، فلازم تبقى متوصله بانترنت جيت واي. ولو هي في برايفت سب نت ليها حل تاني هنجيلها. يعني كده كده الديمو ده انا ناوي ان انا اكمل عليه ونخليه في مور ديتيلز اكتر وتفاصيل اكتر بعد كده وفيتشرز اكتر. فور ناو انا عايزها بابليك، فانا بس عايز انترنت جيت واي. انترنت جيت واي as simple as هي دي الحاجه اللي في النص اللي بتوصلني بالانترنت. طيب طبعا الاي سي 2 دي انا هديفاين السكيورتي جروبس بتاعتها ان انا allow بورت 22 اللي هو بتاع الاس اس اتش كونكشن، وهقلاو بورت 8000 اتش تي بي عشان ده بتاع السيرفر بتاعي، الويب سيرفر بتاعي اللي هو الباك اند ابلكيشن اللي هو الفاست اي بي اي سيرفيس بتاعي. انا عايز افتح البورت ده عشان اعرف اكلم السيرفر على البورت ده، لان الكونتينر اللي جوه هيبقى راننج على البورت ده اللي هو بورت 8000. انا عايز افتح الاثنين اس اتش او الاثنين بورتس دول، اس اس اتش على بورت 22 وبورت 8000. طيب فدي كده السكيورتي جروبس، وقلنا البابليك سبنت، وادي الانترنت جيت واي توصلني على الانترنت. طبعا هتوصلني انترنت كمان عشان اقدر بول من اي سي ار. انا هنا عايز اعمل جوه هنا هعمل داكر بول. الداكر بول هو هيبول ايمج من اي سي ار، دي سيرفيس تانية هيطلع ثرو الانترنت. طبعا في حلول تانية بدل ان انا اطلع من الانترنت واجي تاني على الاي دبليو اس، في حلول تاني بس دي خليها لسيشنز تانية قدام. انا كده كده محتاج طلعت الانترنت عشان كمان اقدر ابول الايمج بتاعتي من اي سي ار اللي اتعمل لها بوش وقت البايب لاين. كده الانسس بتاعتي فتحت البورتس المظبوطه في بابليك سبنت، وطبعا هتبقى اسايند للانسس دي بابليك اي بي. بابليك اي بي عشان ده اللي هقدر اكسسها منه. بس فور ناو هتبقى اتش تي بي، مش هتبقى اتش بي اس. مش هنحط سيرتيفيكت في الديمو ده، مش لازم انا انكريبت ترافيك فور ناو. انا كده كده هعمل الديمو وبعد كده هديليت الانستنس دي، مش حاجه احسن براكتس، بس ده فور ذا سيك اوف ايه، في الديمو هديها بابليك اي بي عشان نعرف اكسسها منه. انا عندي كده الدي بي سي، الانستنس سكيورتي جروبس، السبنت، والانترنت جيت واي. وطبعا انا بديفاين حته الترافيك ماشي ازاي، منين ومنين يودي على فين، حاجه اسمها راوت تيبلز. والراوت تيبل ده من الاخر هو بيبقى تيبل كده فايند او مربوط بالفي بي سي، بقول فيه ان مثلا اللي هيبقى عايز التارجت الفلاني انا بوديه على الديستنيشن الفلانيه، اللي عايز يروح للانترنت انا هوديه على الانترنت جيت واي، اللي عايز يطلع بره هيطلع ثرو الانترنت جيت واي. التيبل ده وهنشوف ايه الراوتس اللي انا هحطها، هو بيديفاين شكل الترافيك ماشي ازاي ان واوت بالفي بي سي. طبعا ممكن اعمل اكتر من راوت تيبل، بس احنا بنعمل راوت تيبل واحد بنديفاين فيه الراوتس او الراوت اسوشيشنز بتاعتنا جواه. طيب فده
اولموست كده معظم الكومبوننتس. طبعا في تفاصيل اكتر هتبان في تيرافورم، لان تيرافورم بنكتب الكود اللي هيديسكرايب بالظبط الستيت، فالحاجات اللي هتبقى سبيسيفيك للديمو هنمنشنت هناك في الاي دي اي. فاحنا هنشوف الكود وهنشوف الدوكر فايل وهنشوف البايب لاين، وكان نشوف التيرافورم كود اللي بيديسكرايب الانفراستراكشر. وبعد ما نابلاي الانفراستراكشر از كود، الحاجات بتتعمل لها كرييت على الدبليو اس اكونت بتاعنا. نشوف الحاجات هناك لما تتكريت بعد ما نعمل تيرافورم ابلاي. ولو حد مش فاهم تيرافورم شغال ازاي، تسوش على الابسط بتاعته، عملنا تيرافورم انسبل سيشن نزلتها قبل كده، فبصوا عليها. فبعد ما نعمل تيرافورم ابلاي هنتاكد ان السيرفر بقى شغال، نعرف ندخل جوه السيرفر ونعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها، الدوكر بول والدوكر ران، ونتاكد ان الحاجه بتاعتنا شغاله. فنتاكد ان احنا كده عملنا الفول ديمو بتاع ان انا عندي سيرفيس كانت شغاله لوكال، اشتغلتها كمان على بي ام على كلاود بروفايدر. فيلا بينا نروح على الاي دي اي ونكمل مع بعض الديمو. طيب دلوقتي احنا في الاي دي اي، تعالوا كده نبتدي نمشي على حاجه زي ما احنا قلنا. اول حاجه الابلكيشن بتاعي، فده فاست اي بي اي سيرفيس بسيطه خالص. عندنا هنا المين دوت باي دي الانتري بوينت بتاعتنا. سيمبلي انا بامبورت فاست اي بي اي، بكريت نيو فاست اي بي اي ابلكيشن، وبديفاين جاست وان اند بوينت على الروت باث. بترن فانكشن اسمها روت، بتريتيرن مسج هالو وورد. فاصوني هنا اعمل لها تيست عشان فور ذا سيك اوف تيستنج السي اي بتاعنا، ان انا لما بطلع كود جديد بميك شور ان التاسك كلها بتباس والبروجكت بتاعي بيبيلد وبيطلع الايمج الجديد. طيب فدي سيرفيس. تعالوا نبص على الدوكر فايل بتاعها. اهم حاجه في الدوكر فايل زي ما قلنا في البرودكشن تيبس لما كنا بنتكلم عليها الابيسود اللي فاتت لو فاكرين، هي فكره تبقى عندك مالتي ستيج. فكره المالتي ستيج انه مش لازم الايمج اللي ببيلد بيها الايمج اللي انا بران بيها. ففي هنا بستخدم هنا ايمج هي من يو في، ده الباكج اللي انا بستخدمه، وهم اوريدي عندهم بايثون 3.14 فيرجن عايز استخدمها، لان انا اوريدي ما انيت البروجكت بيو في، فهم عندهم الايمج اللي بيها تقدر تستخدمها عشان تبيلد البروجكتس بتستخدم اليو في باكج مانجر. انا بستخدم الباكج بتاعتهم، هي اصلا ايمج، بس انا بالنسبه لي مش هي دي الايمج اللي انا عايز اران بيها في البرودكشن، لان انا بالنسبه لي في البرودكشن مش فارقه انت يو في باكج مانجر ولا مستخدم بيب عادي ولا مستخدم ايه. طيب عشان كده انا هنا بقول ان انا عايز استخدم الايمج دي ومديها الياس ان هي اسمها بيلدر، فانا بس افرق في المالتي ستيج دوكر فايل بتاعي ابقى قادر افرق. وباجي هنا بحط environment variables ليها علاقه باليو في، اللينك مود ان انا شغال كوبي مش سيم لينكينج. هنا بايثون داونلودز، مش عايزك تداونلود اي بايثون فيرجن جديده لما باجي راندي في اي وقت، استخدم الفيرجن اللي انا مديها لك هنا في البيز ايمج، او اللي هي موجوده تبقى اكشلي موجوده في الايمج وانت بتبيلد اللايرز بتاعتك. وبعد كده الورك دايركتوري بتاعتي هتبقى جوه حاجه اسمها ابلكيشن فولدر. بعد كده بكوبي الديبندنسز فايلز اللي هي بالنسبه لليو في باكج مانجر الباي بروجكت دوت تامل واليو في لوك، فهم دول بالنسبه لي بعمل لهم كوبي في ستيب او في لاير لوحدهم بعيد عن الورك دايركتوري، علشان لما دول يتغيروا فعلا ابتدي انستول تاني الديبندنسز. دول لما اتغيروش هيكاش الديبندنسز زي ما هو. وبعد كده هنا الماونت تايب كاش دي سبيسيفيك برضو فلاج اليو في، انا هنا بقول ان انا عايز اكاش الديبندنسز اكروس البيلدز، وده التارجت اللي هيكاش فيه الديبندنسز. وهنا ده الكوماند اللي بانستول بيه يو في سينك فروزن عشان ابن على الفيرجنز اللي عندي في اللوج فايل، ما يقعدش يسحب ليتست فيرجنز من دماغه. انا عايز الفروزن، عايز الفاليوز اللي عندك في اللوج فايل هنا. ونو ديف عشان لو في باكجز انا مديفاين هي ديف ديبندنسز زي الباي تيست مثلا او كده ما ياخدهاش، مش عايزها تطلع معايا. بعد كده بكوبي الابلكيشن سورس، بالنسبه لي السورس كود هو في المين دوت باي بس، وبحطه في الدايركتري اللي انا جواها اللي هي الاب دايركتري. فانا بانستول الاول، بعد كده بكوبي السورس كود، فبحيث انه لو كل ده ما اتغيرش والكود هو اللي اختلف، ده كل ده هيبقى كاشد ايمج في الايمج لايرز، انما ده بس اللي هيختلف. فترتيب اللاير زي ما قلنا في الفيديو اللي فات برضه بيفرق جدا في سايز، هيفرق اكشلي في الوقت اللي ببند فيه الايمج، ان انا مش كل مره
عيد ستيجز او عيد ستابس اوريدي خلاص هي مش مستاهله لان هي فعلا ما اتغيرش في حاجه بس الترتيب الغلط هو اللي سبب ده. فناخد بالنا من المعلومه دي. بعد كده ستيج 2 هي الران تايم. دي بستخدم هنا ايمج مختلفه بايثون 3.14 سليم ماليش دعوه بيو في خلاص انا عايز بايثون بس الفيرجن بتاعتي وسليم. فدي بتبقى فيرجن لايتر في الويت من البيز ايمج اللي فيها كل الفيتشرز انا مش محتاجها ومديها الياس ران تايم. وهنا بعمل نون روت يوزر ودي من الريكومنديشن اكشنز اللي محتاجين نعملها ان انا ما رنش الابلكيشن بتاعي كروت يوزر. من نون روت يوزر عنده اكسس بس على الابلكيشن مش الروت يوزر على الانستنس بتاعتي على الماشين بتاعتي. فبقاد جروب اسمه اب وبقاد يوزر وبديله اكسس على الجروب ده. انا عملت جروب دي اكسس على الابلكيشن او اللي هو الورك دايركتوري اب واديت يوزر او زودت يوزر واليوزر ده اديت له بيرميشن برضه على الابلكيشن بتاعي. طيب فانا هنا مالتي ستيج انا هنا عملت بيلد خلاص. فدلوقتي انا عايز اعمل رن. طيب فانا بعد ما عملت النون روت يوزر وجروب عشان ارن الابلكيشن هعمل ورك دايركتوري بس المره دي ايه هكوبي من البيلدر ستيج انا عملت بيلد خلاص هكوبي فروم البيلدر ستيج وهنا هدي اكسس ده بيترانسفير الاونر شيب للاب يوزر ان يقدر يبقى عنده اكسس على كل الفايل. فانا هترانسفير الاونر شيب بالنسبه لي للاب يوزر على الاب دايركتوري وحط الفيرتشوال انفايرمنت بن للباب بحيث ان يوفي كورن يقدر يريزولف من غير ما يبقى معاه الابسولوت باب. ده انفايرمنت فاريبل برضه دي حاجه سبيسيفيك شويه للبايثون او السيت اب اللي احنا عاملينه مش ده الهدف قوي. انا الهدف بالنسبه لي الحاجات الاساسيه اللي بتمشي مع اي برودكشن جريد دوكر فايل. طيب انا عملت اليوزر بس محتاج قبل ما رن اوصل للسطر بتاع الكوماند سي ام دي اقول انهي يوزر اللي هيكسكيوت ده. حتى وانت عامله فوق اديت له بيرميشن ونقلت له الاونر شيب في اللاين ده لا انا محتاج ان انا اقول ان اليوزر دلوقتي الاكتف هو اليوزر اللي اسمه اب. يعني لو السطر ما اتكتبش هو مكمل بالروت يوزر عادي. اكسبوز 1000 ده دوكيومنتيشن بالنسبه لنا بس ودي حاجه قلناها قبل كده ده مش سطر مهم بس ده يقول لي الابلكيشن بتاعك بيرن على بورت كام. ده فور ايزي ايه اكسس للمعلومه يعني. اوكي وده الكوماند ده الانتري بوينت بتاعت الكونتينر بتاعي يو في كورن بستخدمه عشان ارن الابلكيشن بتاعي. من المين خش نرن الاب اللي هو الفاست اي بي اي بتاعنا على الفورت 8000. فده الدوكر فايل بتاعي وده اللي بقدر بيه ابيلد الايمج. طيب انا لو عايز ارن الابلكيشن ده لوكال انا بسهوله هرن الكوماند ده. انا كده اقدر ارن السيرفيس بتاعتي انا لوكال على بورت 8000 بس انا محتاج هنا عشان انا في الدايركتوري غلط جوه اب يو في كورن مين اب داش داش. لو فتحت البورت ده عندي الاقي ان انا ظاهر لي هنا هلو وورد. فانا هنا لما عملت اكسس على الروت اي بي اي طلع لي هلو وورد. كويس نفس الكلام لو انا عايز ابيلد بدوكر ورن بدوكر فانا هبيلد الايمج بدوكر بس تلاقيني هنا ببيلد مدي التاج فاست اي بي اي از تو لايف دايركتوري اللي هو الدوت اللي هو الدوكر فايل يستخدم الدوكر فايل اللي هنا في الفولدر ده عشان يبيلد الايمج. انا ببيلد الايمج بتاعتي في اوريدي ستابس باج لان انا عملت الرن ده قبل كده. خلينا نستنى كده لما يخلص ويبيلد ويرن. مين وايل تعالوا نبص على البايب لاين او السي اي بتاعنا. ده اللي قلنا ده بالنسبه لنا دي الحاجه اللي بتضمن لنا ان الكود بتاعنا يطلع بشكل امن للبرانش اللي انا بترجم من عليه بيلد جديد. اي جيت هاب اكشن بالنسبه لي في كذا حته فيه مهمه. اول حاجه اسم الاكشن التريجر بتاعه ان هو هنا هيرن لما افتح بول ريكوست عموما او لما اعمل بوش على برانش المين. انت اي بول ريكوست هتفتحها
كده كده البايب لاين ده هيرن. وفي حاله كمان انك لو عملت بوش على البرانش المين. permissions بالنسبه لي انا عايزك تريد الكونتنت بتاعت الريبو. ايه الجوبس اللي هترن؟ عندنا 2 جوبس ميلي. يعني رن التست، انا بقول له انا عايزك ترن الجوب اللي اسمها تيست. ايه الستبس اللي هتعملها؟ اول حاجه هتتشيك اوت الكود، يبقى جيت هاب اكشن عنده اكسس على الكود اللي هيرن عليه التست. انستول اليو في سي ال اي ان هي مش باي ديفولت ما تبقاش موجوده، ويبقى كده انستول الديبندنسز، وبعد كده يرن التست يو في ران فايل تيست داش في. لو دي سكسسفل هيرن الثانيه. اشمعنى قلت الديبندنسي دي؟ لان انا هنا حاطط نيدز. انا بقول ان البيلد اند بوش بايب لاين ده محتاج ان يكون التست جوب الاولانيه بتباس، ويكون الايفنت بوش ريفرنس على المين. يعني انا مش عايز ارن البيلد اند بوش لو انا فاتح بول ريكوست، لان انا محتاج ان هي تتمرج الاول. فالكونديشن ده مخلينا متاكدين انه اول حاجه التست يكون بيباس، بكون ببوش على المين. يعني اما عملت ميرج يا اما بعمل بوش دايركت على المين برانش. يفضل طبعا تكون بول ريكوست وبتمرجها، مش بتبوش دايركت على المين. والبرميشنز بتاعتي مستخدم هنا اي دي توكن رايت وكونتنت ريد. ليه اي دي توكن رايت؟ لان احنا بنستخدم هنا او اي دي سي للاوثنتيكيشن. انا بالنسبه لي هنا زي ما شرحنا على في الايباد ان انا هنا ببوش من جيت هاب اكشن، ببوش على اي دبليو اس اي سي ار. فالاوثنتيكيشن ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بالاو اي دي سي. الاو اي دي سي اللي هو اوبن كونكت، ده بروتوكول. البروتوكول ده معمول من زمان يعني، بس هو طوروه وبقى بيزد على او اوث فيرجن 2. فكرته ان انا باسيوم رول، والرول ده انا بقول ان انا باسيوم الرول ده. بس اي دبليو اس انا باسيوم هنا اي ام رول من اي دبليو اس. بس اي دبليو اس قبل ما يديني توكنز تمبرري المده بتاعتها ساعه، بيميك شور ان انا جيت هاب، ان جيت هاب اللي بيكلمه يوزنج ان هو بيفاليديت البابليك كي بتاع جيت هاب، وبيميك شور انه الرول ده معمول انه فاهم ان اللي يكلمك لازم يكون الاونر بتاع الريبو دي هو ديفيد، والريبو اسمها كذا، والبرانش اسمه كذا، ودي تديفاين واحنا بنكريت ده ناحيه اي دبليو اس. فبقدر هنا في جيت هاب اكشن اقدر اسيوم الرول ده، واقدر الوجن على اي دبليو اس اي سي ار. فالستاب دي بتخلص ان انا بقى معايا كريدنشلز، تمب كريدنشلز. دي بقى احسن بدل ان انا امنتين اي دبليو اس اكسس كي وسيكريت كي، لانه هم لو هيبقوا لونج ليفد فلو حصل لهم اي ليكج دي حاجات يعني ليها اكسس ومش عارف اكونترول، مش عارف، محتاج ان انا افضل اروتيت السيكريتس دي، ان انا مش دايما متحكم فيهم. محتاج ابقى عندي بقى ريمايندر ان انا محتاج اروتيته كل 30 يوم او اخليه اكسباير وهكذا. ففكره الاو اي دي سي اسهل بكتير، ان هو اصلا بتديك تمب كريدنشلز بتكسباير بعد ساعه، امن بكتير. بعد كده بلوجن الاي سي ار، بعد كده بسيت اب داكر عشان اعمل بيلد. وبعمل بيلد، عايز بيلد على بلاتفورم لينكس لان الماشين بتاعتي لينكس، ودي التاجز اللي انا عايز احطها. والكونتكست هيجيب الدوكر فايل منين؟ جوه الاب فولدر. فهو عشان عمل تشيك اوت فوق فهو مع الكود، فيدخل هنا يجيب الدوكر فايل من السلاش اب ويرن دوكر دوكر بيلد من الدوكر فايل ده، وهيتاج الايمج بان هي دي الليتست والشا اي دي بتاع الكوميت دي، ويبوش ده على اي سي ار. اوكي طيب حلو الكلام. الدوكر خلصت، تعالى نعمل لها ران برضه لوكال نتاكد ان الدنيا بتاعتنا شغاله. اسمها فاست اي بي اي اي سي 2 لايف لو انا فاكر صح. فالكونتينر بتاعنا شغال برضو على بورت 8000. انا شغلتها مره لوكال ومره بدوكر، الاثنين شغالين. ده طبعا حاجه بجربها قبل اصلا ما نعمل بايب لاين ونبوش على اي سي ار وهكذا. انا بسيميليت ده اللي هيحصل على ليفل الفي ام بتاعتي. طيب اوكي تعالوا نوقف الكونتينر ده خلاص. انا كده ما عنديش كونتينر راننج لوكال. الشغل بعد كده كله هيبقى على الفي ام بتاعتنا. بس قبل ده احنا كنا عايزين نبص على البايب لاين بتاعنا. قبل ما نبص على البايب لاين اكسكيوشن نمشي على التيرافورم كود بتاعنا. وبرده زي ما كنت بقول اللي مش مجمع تيرافورم بالظبط شغال ازاي، بص على الابيسود اللي فاتت. بس هنا
هنمشي سريعا هنلاقي هنا ان احنا عندنا هنا المين دوت تي اف، ده الفايل الاساسي بالنسبه لنا، بديفاين فيه ان احنا مش عايزين بروفايدر اي دبليو اس، هنشتغل في الريجن اللي انا حاططها في الفاريبل اللي هي اي سنترال 1 فرانكفورت. ودي التاجز ديفولت تاجز بتاعتي اللي انا بحط على اي ريسورس اسم البروجكت اللي هو فاست باي اي سي 2 ديمو مانجد باي تيرافورم. هنا دي شويه داتا سورسز بفتش بيها الكولر ايدنتيتي اللي هو الاكونت اي دي اللي بيرن تيرافورم دلوقتي، هات لي الاكونت اي دي ده اللي انا هستخدمها المعلومه دي في حاجه ثانيه. وبجيب الافيلابيلتي زونز الافيلبل في الريجن دي اللي هي هتلاقوها مثلا اي سنترال 1 A وبي وسي. كل ريجن في AWS بيبقى فيها افيلابيلتي زونز، ودي حاجه ممكن نشرحها بالتفصيل ان شاء الله الفتره الجايه. هشرح AWS سيرفيسز على يوتيوب، stay tuned يعني. بس فور ناو انا بالنسبه لي انا عندي الريجن منطقه كبيره متقسمه زونز، والزونز دي هي اللي بعد كده هندبلوي جواها، ده اللي هنشوفه دلوقتي كمان شويه. طيب بعد المين دوت تي اف اول حاجه هبص عليها بالنسبه لي النتورك، زي ما شرحنا كده اول سكشن. الاول انا بعمل فيرتشوال برايفت كلاود، بديها الرينج اللي هو الرينج ده، فده رينج معايا رينج اوف اي بيز اقدر اشتغل بيه جوه الفي بي سي دي. وانا عايز دي ان اس سبورت دي ان اس هوست نيمز عشان لو شغال بدي ان اس دومين نيم سيرفرز الدومين ده يقدر يريزولف للاي بي اللي وراه على طول. وحاطط تاجز عشان اعرف اوصل للريسورس بسهوله واتراك الكوست بيه، يعني دي فايده التاجز بنسبه كبيره. هي فكره يعني دي حاجه لينا احنا، دي حاجه بنقدر ننظم بيها الريسورس بتاعتنا. وعايزه اسيرش على حاجه واخد التاج ده اقدر اعمل ده من الكونسول من الكلاود بروفايدر اللي انا شغال عليه. في النتورك تاني عملنا ايه غير الفي بي سي؟ عملنا انترنت جيت واي، وبتبقى اتاشد بالفي بي سي، يعني هي من الريسورس ده من الانبوتس ان انا بقول للانترنت جيت واي دي تابعه على انهي في بي سي، فبقول له تبع الفي بي سي اللي هي اسمها this AWS VPC.this.id وبديها برضه تاج. طيب بعد كده بعمل public subnet، دي اللي انسنس بتلونش فيها وهترسيف public IP. طيب فانا بقول السبنت دي هي جزء من النتورك بتاعتي اسمها سبنت، بقول هي برضه تبع انهي في بي سي، الرينج بتاعها 10.0.1.0 على 24، وفي انهي افيلابيلتي زون، في اول واحده افيلبل اللي هي ممكن تبقى يو سنترال 1 A، ممكن تبقى 1 B، ممكن تبقى 1 C، حسب اول واحده هيلاقيها قدامه ايه. اوكي، فدي اول زون هتبقى موجوده في الريجن. ما بابليك اي بي اون لونش، يعني انا اي حاجه بعمل لها لونش جوه السبنت دي ادي لها بابليك اي بي، وده اللي بيخليها بابليك سبنت باي ذا واي. يعني هو السطر ده اللي بيقول ان السبنت دي بابليك وبديها تاج. طيب بعد كده الراوت تيبل، الراوت تيبل زي ما قلنا هو اللي بيديسكرايب الترافيك، فانا حاجه بسيطه خالص. او تاني حاجه بتقول ان السبنت دي بابليك هي في الراوت تيبل ان انا بقول ايه، اي ترافيك خارج لبره اديهولي على الانترنت جيت واي واديهولي بقى على الانترنت. فهنا انا بعمل راوت تيبل بسميه بابليك، باتاتشه بالفي بي سي زي ما قلنا، وهندفاين جوه الراوت ده بيقول انه اي حد عايز الرينج ده الاي بي ده هنوديه على انهي جيت واي، هنوديه على الانترنت جيت واي. فده اللي بيقول ان دي بابليك سبنت، لان هي لو برايفت هنلاقي ان الاي دي ده او سوري الاي بي ده بنوديه على نات جيت واي، ودي حاجه هنتكلم فيها في ابسود الجاي. فده الراوت تيبل. بعد كده بعمل الراوت تيبل اسوشيشن، انا باسوشيت الراوت تيبل بالبابليك سبنت عشان يابلاي الراوتنج رولز دي. فبقول ان الراوت تيبل اللي انا عملت له ديفاين هنا ده اللي هو ده اربطوا لي باني سبنت اي دي بالسبنت بابليك، السبنت اللي اسمها بابليك. فانا هنا بقول ان الراوت تيبل الرولز اللي انا عملت لها ديفاين هي كانت رول واحده عملها لي اسوشيت ات بالبابليك سبنت بتاعتي. البابليك سبنت كده كده مربوطه بالفي بي سي، والراوت تيبل نفسه مربوط بالفي بي سي. اوكي، ده جزء النتورك. في جزء الاي سي ار ريبو ان انا بكريت هنا الاي سي ار ريبو، فبعمل اي سي ار ريبو دي اللي هبوش فيها الايمجز بتاعتي، هسميها باسم البروجكت. الايمج تاج ميوتبل عادي، اقدر اغير الايمج تاج، اقدر افورس ديليت الريبو دي لو ستيل فيها ايمجز، وده ما فيش مشكله للديفلوبمنت بس بتبقى مقفوله في البرودكشن. انيبل فيتشر ان انا بسكان الايمجز اللي بتعملها بوش لاي فولنربيلتيز، دي فيتشر من AWS ECR كده كان اون بوش بترو.
وبرضه بديها تاجز. وانا بديفاين لايف سايكل بوليسي، بقدر احط لايف سايكل بوليسي على الاي سي ار ان مثلا خلي لي اخر 10 ايمجز. اوكي، اي حاجه اقدم من كده اعمل لها اكسبايري، ودي حاجه اقدر اعملها علشان مينتين الاستورج والكوست اللي بدفعها تو مينتين اي سي ار ريبوز قديمه وكتيره. انا مهتم باخر 10، اقدم من كده امسح، انا مش عايز. فده كده جزء الاي سي ار. طيب في جزء مهم اللي هو الاو اي دي سي. انا بالنسبه لي دي الحته اللي احنا شفناها في البايب لاين. انا عايز هنا اديفاين الكونكتيفيتي ما بين اي دبليو اس وجيت هاب. فانا هنا يوزنج الاو اي دي سي انا بانيبل الطريقه ان هي من غير باسورد جيت هاب اكشن يقدر اكستشينج بيها شورت ليفد او اي دي سي توكن، ان يقدر ياكسس اي دبليو اس بيزد ان هو بيأسيوم رول ويز ويب ايدنتيتي. يعني في جيت هاب اكشن انا بقدر اسيوم رول من اي دبليو اس بمعلومات بحاجه اسمها ويب ايدنتيتي مني انا كجيت هاب. ده بيمنع اللونج ليفد اي دبليو اس كيو. دي حاجه احنا شرحناها. هو بيفتش الاول السيرتيفيكت بتاع جيت هاب يوزنج الداتا بلوك هنا، ان انا بفتش التي ال اس سيرتيفيكت بتاعت جيت هاب اكشنز، ودي حاجه موجوده اكسسبل تقدر تجيبها. يعني مش دي حاجه مش انا اللي مخترعها، يعني هم بتبقى موجوده على اي دبليو اس، تقدر تفتش حاجه زي كده. وببتدي اريجستر ان انا بعمل ايدنتيتي بروفايدر بسميه جيت هاب، هيستخدم اليو ار ال ده ايشوينج التوكنز، وده الكلاينت اي دي اللي هو الاس تو اس اللي هو سيرفيس تو سيرفيس يو ار ال بتاع امازون. ان انا هنا بس بقول ان انا عايز اطلع توكن لجيت هاب بمعلومات الرول اللي انا هاسيومه، وطبعا بيميك شور بالسيرتيفيكت بالشا فينجر برنت. فعشان كده انا عملت هنا فاتش للسيرتيفيكت، بميك شور ان اللي هيجي يكلمني بيماتش الفينجر برنت دي، بيماتش ان هو جاي لي من جيت هاب. اميك شور انت جاي من جيت هاب ازاي؟ بان انت عندك الشا فينجر برنت بتاعت التي ال اس سيرتيفيكت دي مظبوطه. وهنا بديفاين التراست بوليسي، يعني بقول ايوه انا دلوقتي عامل ايام رول على اي دبليو اس مخصوص لجيت هاب اكشن فيها الكونكتيفيتي بتاعت حته التي ال اس سيرتيفيكت والفينجر برنت وهكذا. هي مين اللي يقدر ياسيوم ده؟ فبتقدر هنا تقول انا دي تراست بوليسي. تراست بوليسي دي بتالاو الشخص اللي انا هثق فيه ده ان هو يقدر ياسيوم رول بالويب ايدنتيتي بتاعته، اوكي، بمعلومات ان هو جاي لي من جيت هاب. مين هو ده؟ لازم يكون الاودينس بتاعه sts.amazon.aws.com، ولازم يكون جاي من الريبو اللي انا هحددها، وممكن يكون جاي من سواء ان هو برانش يعني اكشن رن على برانش المين او اكشن رن من بول ريكوست. ودي فعلا الكيس بتاعتنا. عشان كده بقول لك انت بتقدر تديفاين التراست بوليسي دي بطريقه مقفوله كويس انك تقدر تتحكم. هو مش اي اكشن ياخد ياسيوم رول من اي دبليو اس اكونت بتاعك، لا، ممكن تديفاين حاجات سبيسيفيك قوي للكيس بتاعتك. وبعد كده هنا انا بعمل ايام رول، يعني خلاص عملنا الايدنتيتي بروفايدر وجبنا السيرتيفيكت والكلام ده كله. بعمل ايام رول اسمه جيت هاب اكشنز، اسميه فاست اي بي اي اي سي 2 ديمو جيت هاب اكشن اي سي ار بوش. انا عامل رول للديمو انه يقدر يبوش على اي سي ار من جيت هاب. اوكي، طب ايه البوليسي اللي يقدر يعملها اسيوم؟ هي اللي انا لسه عملها ديفاين، الجيسون بوليسي دي البوليسي اللي انا اقدر الرول ده يقدر يعملها اسيوم. اوكي، وجبت البوليسي الخاصه بالاي سي ار بوش، قدرت اجيبها، وهي دي اللي انا بعمل لها اتاتش على الرول ده. فانا عملت رول يقدر يبوش على الاي سي ار. الرول ده عملت له اتاتش ببوليسي، ايام بوليسي بتقدر بيها ان انت تقدر تجيب اوثرايزيشن توكن من اي سي ار، وتقدر تبوش على اي سي ار، تقدر تعمل شويه اكشنز، تشيك اللاير افيلابيلتي، تانيشيت لاير ابلود، بتابلود لاير بار، بتكمبليت لاير ابلود، بتبوت الايمج يعني تابديت الايمج او تجيت الايمجز. ف سمبلي انا عملت رول، الرول ده عنده اكسس انه يبوش على اي سي ار. الرول ده هو ده اللي انا بعمل له اسيوم في السي اي سي دي. فهتلاقوني هنا في السي اي سي دي كنت عامل هنا ايه؟ مخليه بيأسيوم رول. الرول ده هو اللي احنا عملنا له كرييت بتيرافورم. الرول ده مفهوم ان هو معمول ويب ايدنتيتي رول
والرول ده اتاجد عليه بوليسي اي سي ار بوش. حته الويب ايدنتيتي والكريشن بتاعت الاو اي دي سي كونكتيفيتي بين اي دبليو اس وبين جيت هاب برضه شرحناها في الفايل ده. طيب عندنا بعد كده الكي بير. انا في الاخر بعمل اس اس اتش كي عشان اقدر اكونكت الاس ان اس بتاعتي. انا بعمل كي بير، فانا بجنريت كي برايفت كي يوزنج الالجوريثم بتاع ار اس اي. بجنريت الكي بير، بديفاين اسمه والبابليك كي. انا طبعا الكي بير عندي بابليك وبرايفت كيز، وبسيفه لوكال. بقدر اسيفه كمان لوكال عندي في الباث ده. هو بيبقى في باث اصلا هيدن في الفولدر اسمه دوت اس اس اتش سلاش اي دي ار اس اي، وبديله بحدد له فايل بيرميشن ودايركتور بيرميشن المعين ده. ده الفايل، ده الكي اللي انا بقدر ادخل بيه على الانستنس زي ما قلنا. وبعد كده بديفاين هنا شويه اوتبوتس تهمني ان هي ترجع لي بعد ما خلصت تيرافورم ابلاي. الريجن، البابليك اي بي للانستنس بعد ما بتتعمل لها كريشن، البابليك دي ان اس، الاس اس اتش كوماند، الاي سي ار ريبوزيتوري يو ار ال، والاي سي ار ريبوزيتوري نيم، والاو اي دي سي رول اي ار ان. وده اللي احنا حطيناه بعد ما انا عملت رن قبل كده، يعني ده اللي حطيناه في السي اي سي دي بتاعنا. اوكي، فده التيرافورم بتاعنا. بص على البايب لاين قبل ما نروح على الكونسبت بتاع اي دبليو اس. ده بايب لاين رن قبل كده، فهنا بميك شور ان انا بوريك الجوبس اللي رنت. فدي التست جوب، عمل سيت اب للجوب، عمل رن للتشيك اوت، بعد كده عمل انستول لليو في باكج مانجر، وعمل رن للتست. ولما خلص راح عمل الستاف اللي بعدها اللي هي البيلد اند بوش. هنا الحته بتاعت كونفيجرينج الكريدنشلز، فهنا عنده رول تو اسيوم اهو. خلصت بان هو قال لك اوثنتيكيتد از الاسيومد رول، خلاص. فدلوقتي بقى معاه توكن، بقى معاه كريدنشلز، فيقدر يلوجن على الاي سي ار، وبعد كده يعمل بيلد اند بوش، يعمل بيلد للايمج ويعمل لها بوش. طيب تعالوا نبص بقى على الكونسبت ونشوف بعد ما عملنا تيرافورم ابلاي ايه اللي اتكريت وايه اخباره. دلوقتي عندنا انستنس اهي اسمها تمام، وادي الانستنس تايب ده برضه موجود في الفاريبلز، وادي الافيلابيلتي زون اللي اتحطت فيها يو سنترال 1 a، وده البابليك اي بي دي ان اس والبابليك اي بي ادرس. ماشي. طيب لما نيجي نبص هنا على الانستنس، اقدر هنا في الجزء بتاع النتوركينج شوف الانستنس دي في انهي في بي سي وفي انهي سب نت. هنفتح الفي بي سي وتعالى نفتح السب نت. دي الفي بي سي، ادي السي اي دي ار رينج بتاعها اللي احنا عملنا له ديفاين، وده المين راوت تيبل هنبص عليه دلوقتي. طيب انا في الفي بي سي اقدر اشوف ايه؟ اقدر اشوف الريسورسز. هي الفي بي سي دي فيها ايه؟ فيها سب نت واحده بابليك اللي احنا عملناها، فيها راوت تيبل، في المين راوت تيبل ده كده بيبقى موجود في اي في بي سي، والراوت تيبل اللي احنا عملناه اللي الراوت تيبل ده مربوط فيه الانترنت جيت واي. فتعالوا نبص كده على الراوت تيبل. الراوت تيبل اهو في اللي احنا قلناه بالظبط، قلنا اللي عايز الديستنيشن دي هيروح فين؟ على الانترنت جيت واي. طبعا اللي عاوز دي ما ده اللوكال، يعني اللي عاوز الرينج ده ما انت عنده، انت اوريدي معايا في نفس البي بي سي، فده الديفولت انتري او ده الديفولت راوت في اي راوت تيبل بيتحط. وده الراوت اللي احنا عملناه، هو ده اللي بيقول ان السبنت دي بابليك. ده بيودي على الانترنت جيت واي ايه بتاعتنا، ده الانترنت جيت واي اي دي اهو. اوكي، ودي السبنت. هتلاقي برضو ان السبنت هيوريك اهو الراوت تيبل الاسوشيتد بيها، وده اللي احنا عملناه فعلا. هنا في الفلو لوجز لو انيبلد، ودي الديتيلز بتاعت السبنت. طيب حلو الكلام. هلا نرجع للانستنس. الانستنس قلنا في عملنا ديفاين للسكيورتي جروب اللي فيها البورتس المعينه، بس احنا تعالى نرجع الاول للكود ان احنا ما بصيناش لسه على الاي سي 2 فايل. الاي سي 2 ده فيه انا بجيب الاي ام اي، ودي اللي هي الامازون ماشين ايمج. فدي الماشين ايمج، او دي اللي هي يعني دي اللي بنسميها بالنسبه لنا دي الايمج اللي بتقوم بيها الماشين
اللي بتديفاين الماشين دي فيها او اس عامل ازاي وتفاصيله عامله ازاي. فانا بجيب الريسنت، بجيب الليتست، وده اللي بشتغل بيه. انا بقى متاكد ان الانستنس بتاعتي شغاله بالليتست اي ام اي اللي عنده اخر باتش باخر يعني اقل فولنربيلتيز هم وصلوا لها. كده بديفاين السكيورتي جروب بالنسبه لي. الاول بقول السكيورتي جروب ده اتاش باني في بي سي. بعد كده بديفاين انجرس وايجرس، يعني بديفاين الرولز للي داخل والرول للي خارج. للي داخل انا بقلاو تي سي بي بروتوكول على بورت 22 ده اللي هو بتاع ال اس اتش. السي اي دي ار بلوك يعني اللي انا كاتبه ده معناه ان انا بقلاو اي حد من اي حته يعمل اس اتش على الماشين بتاعتي، بس لازم طبعا يكون معاه البرايفت كي صح. بس ان اي ماشين طبعا ده مش ريكومندد، المنطقي ان ده يبقى حد او اي بيز من جوه الشركه مثلا، اي بيز احنا عارفينها. وبقلاو البورت 8000 تي سي بي بروتوكول برضه من اي حته، عشان هو ده البورت اللي انا هتكلم عليه الفاست اي بي اي سيرفيس بتاعتي اللي هتبقى راننج ككونتينر جوه السيرفر. وايجرس قال له ان انت تخرج لاي حته عادي جدا، كل البورتس متاحه بالنسبه لك تخرج لها. اللي اكلمك عليه غير اللي انت تعرف تكلم، انت تعرف تكلم اي حاجه، لان انا عايز الانسر دي تعرف تكلم انترنت كده كده، فهتكلم الانترنت يبقى فاتح لايجرس. وده جزء ليه علاقه بيه الايام بوليسي، علشان انا عايز الاس 2 انسنس بتاعتي تبقى عندها البرميشن هي تقدر تبول من اي سي ار هي كمان. تبع شويه الحته اللي عملناها مع جيت هاب. انا ببقى عندي هنا ايام بوليسي دوكيمنت بتقلاو ان السيرفيس دي او الاي سي 2 يقدر ياسيوم رول، وبعد ما يقدر ياسيوم رول بكريت انا رول، والرول ده هاتاتش عليه بوليسيز ازاي؟ اي سي 2 كونتينر ريجستر ريد اونلي. انا عايز الانستنس دي الاي سي 2 تعرف تبول من الاي سي ار ريد اونلي، مش عايزه تبوش ايمج جديده، مش طبيعي ان هي تبوش، البايب لاين هو اللي هيبوش. واسس ام مانج ده سيشن مانجر اكسس، فاقدر افتح سيشن من الاي دبليو اس كونسول او السي ان اي من غير ما احتاج اعمل اس اتش على السيرفر. يبقى احتاج ان انا اتاتش ليها البوليسي دي بتاعت اساس ام. اوكي. وبعد كده باتاتش الرول ده وبكريت بيه انستنس بروفايل دي اتاتش على الانستنس. الانستنس بالنسبه لي هي بدلها الاي ام اي اللي احنا جبناه فوق، الانستنس تايب اللي هو في الفاريبل تي 3 مايكرو، السبنت اي دي اللي هي الببليك سبنت اي دي، والفي بي سي سكيورتي جروب اللي احنا عملنا لها ديفاين هنا، الكي نيم، الكي نيم نفسه عشان الحته بتاعت الكي بير اللي احنا عملنا له جنريت، يبقى الانستنس قايمه بالكي بير ده، هي عارفه ان لازم اللي يدخل عليه اس اتش لازم يبقى معاه البرايفت كي بتاع الببليك اللي عندي، والانستنس بروفايل اللي بقى اتاشد عليه الرول اللي فيه البوليسيز اللي احنا شرحناها. وطبعا هاسوشيت بابليك اي بي ادرس لان انا يبقى عايز يبقى ليها بابليك اي بي اعرف اكلمها من عليه. اوكي ماشي الكلام. احنا كده شفنا الانستنس. اقدر ان انا ادخل جوه الانستنس اكونكت عليها بالاس اس ام من غير اس اس اتش بقى خلاص، ما دي ميزته. ممكن اكونكت اس اس اتش لوكال، هنا كاتب الكوماند اكونكت باس اس اتش وكده كده البرايفت كي عندي. فلو كده نجرب، بس لازم ابقى جوه الانفراستراكشر فولدر لان الكي هناك. تعالوا نجرب نعمل اس اس اتش كده، هتلاقوني هنا دخلت كده جوه السيرفر. انا هنا غالبا الكونتينر راننج كنت سايبه شغال، الكونتينر راننج بقاله 5 ساعات اهو. فلو عايز اعمل كل ريكوست على لوكال هوست 8000 الاي بي عمل ريزولف، الهوست ده ريزولفد بالنسبه لي وعمل كونكشن، والريكوست رجع لي ب 200 ورجع لي اهو اللو وورلد. فانا كده الكونتينر بتاعي شغال على الفي ام، واقدر برضو اكونكت ده كده الاس اس اتش، اعمل اكزit كده انا خرجت، واقدر انا بالاس اس ام الاول ادخل على اليوزر بتاعنا اللي هو الاي سي 2 يوزر ده اللي عنده بيرميشن على دوكر على طول، مش محتاج ان انا اروح للروت. واقدر الاقي هنا الكونتينر واقدر اعمل نفس الاكزامبل بالظبط، اعمل كل ريكوست اهو ريبوز على
لوكال هوست بورت بتاعنا 8000، او اقدر افتح البابليك اي بي على طول اهو. ولو لقيته ما فتحش كده فغالبا عشان هي اتش بي اس واحنا المفروض اتش تي بي، واروح على بورت 8000 الاقيه راح رجع لي هالو وورد. فانا كده اتاكدت ان الحاجه بتاعتي شغاله لوكال وشغاله بدوكر على اللوكال وشغاله في البي ام بالنسبه لي تستد من كل النواحي. فانا اتاكدت ان الشغل بتاعي تمام من ناحيه كود ودوكر فايل وبايب لاين و انفراستراكشر از كود لو تيرافورم، وان انا عملت فاليديشن. طبعا انا قبل ما اوصل لده احنا الاول عملنا بقى حته الدوكر بول. في الاخر انا عايز اعمل دوكر بول، عملنا مثلا بوش لايمج جديده، انا عايز ابول ايمج جديده، فتقولي هنا عامل الكوماند اهو دوكر بول هات لي الليتست، فيجيب لك الليتست. بس هنا مش اوثنتيكيتد، فلازم نعمل اوثنتيكيشن الاول. فهنرن الكوماند ده ان انا عايز اجيب باسورد، عايز اجيب تمب كريدنشلز الوجن بيها على اي سي ار. بعد ما دخلنا هعمل دوكر بول، مفيش بيزك كريدنشل. ليه؟ لان ده معمول على سودو، انا مش عايز سودو خلاص، انا بشيل كده سودو ونرنه تاني. ماشي، وبعد كده نعمل اي سي ار لوجن. عمل لوجن تمام، نعمل دوكر بول. كده كده انا عندي الليتست، يعني هو هنا ما لقاش اي اختلاف فما عملش بول، لان انا فعلا ما عملتش تريجر البايب لاين من ساعتها، فانا اوريدي على الليتست. اوكي، واقدر هنا على السيرفر اعمل دوكر ستوب. هو طبعا بيقول لي عايز ستوب ايه، اقول له ستوب الكونتينر اللي هو اسمه فاست اي بي اي. لو كده جينا هنا نبص مش هنلاقي حاجه راننج، لو جيت اعمل ريفرش هنا هيقول لي مفيش حاجه شغاله. انا كده اتاكدت ان الحاجه بتاعتنا تمام. طبعا بعد ما بنخلص شغل على الانفراستراكشر بتاعتنا ممكن ندستروي الريسورسز عشان ما ندفعش فلوس، احنا اوريدي بنعمل دامو، فبنعمل تيرافورم دستروي، فهو هيميكش ان هو يدستروي كل الريسورسز بتاعتنا. قول له يس. انا كده قلت له اعمل لي دستروي لكل الريسورسز، هنلاقي ان كل حاجه هنا تتمسح، حتى الانستنس هتلاقيها تتمسح دلوقتي. نيجي نعمل ريفرش كده هتلاقي الانستنس هي شاتنج ناو. خلاص هو بيمسح كل حاجه، كل حاجه لها علاقه بالنتورك والاي سي 2 والسكيورتي جروبس، كل اللي احنا عدينا عليه ده بيعمل دستروي. دي ميزه الانفراستراكشر از كود، مش محتاج بقى الف على حاجه على الكونسول امسحها بايدي وانسى حاجه. لا، انت لو مانجد بالكود الكرييشن والاديتنج والديليشن الموضوع بيبقى اسهل بكتير. فكده كل حاجه اتمسحت خلاص. احنا كده كدامو اللي عملناه، احنا عملنا النتورك، عملنا بابليك سبنت، حطينا فيها الانستنس، اللود البورت اللي احنا عاوزينها كسكيورتي جروب رولز بتاعت الانستنس، اتاشد عليها البروفايل اللي عنده الاكسس انه يعمل بول من الاي سي ار، والراوت تيبل ديفينيشن عشان اقول ان دي بابليك سبنت، فبقول ان اي حد عايز 000 ادرس اوديه على الانترنت جيت واي بيطلع الانترنت. والجزء بتاع الاو اي دي سي اللي علاقه بقى بجيت هاب اكشن، والحته بتاعت جيت هاب اكشن والرول وازاي بيأسيوم والتوكن وقد ايه ده احسن من اللونج ليفد كريدنشلز. لا ده احسن بكتير. احنا حتى ده عملناه بتيرافورم اللي انا بستخدمه اصلا في البايب لاين، فالبايب لاين دلوقتي لو جيت اجربه مش هيشتغل، الرول ده مش هيبقى موجود، بس لما اعمل تيرافورم ابلاي تاني هيبقى موجود. عشان كل حاجه مانجد برضه بتيرافورم. عملنا الرول بي بتاع جيت هاب اكشنز، احنا عملنا كده فاست اي بي اي دوكر فايل سي اي وانفراستراكشر از كود، دخلنا على السيرفر اتاكدنا ان الحاجه بتاعتنا راننج يوزنج دوكر.
ان شاء الله الابيسودز اللي جايه هنكمل على الديمو ده بطريقه جديده كده، ان احنا نقدر نبقى اوير بحاجات اكتر ونركز اكتر في الجزء براكتيكال مع النظري شويه من ده على ده يعني. ولو عجبكم الستايل ده من الفيديوز، الفيديو ده ممكن يبقى طويل برضو شويه، عجبكم الستايل ده من الفيديوز قولوا لي في الكومنتس. انا دايما بحب الفيدباك بتاعكم، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي. سلام.